Maître, s'il vous plaît. انطلقت صباح اليوم الاثنين في باريس أطوار محاكمة الفنان المغربي سعد مجرد الذي يتابع منذ سنة 2016 تهمته شابة فرنسية داخل أحد الفنادق ليلة إحياء سهرة فنية كبرى. وكشف مصدر خاص أن الفنان سعد المجرد قال خلال مثوله أمام القاضي أنه انتظر 7 سنوات لكي يستطيع الحديث عن الحالة التي سببت له ولأحبائه الضرر، مشيرا إلى أنه عانى في السنوات الأخيرة من تداعيات هذه المشكلة ومن ضغوطات كبيرة وصلت إلى حد الاكتئاب، لكنه حاول محاربتها وعدم الاستسلام، خاصة بعد قضاء 7 شهور داخل أسوار السجن وشهورا طويلة مقيدا بالصوار الإلكتروني. وتابع المجرد بأنه خلال السنوات الأخيرة حاول الحفاظ على مسيرته الفنية رغم منعه من ممارسة مهنته لمدة 3 سنوات تقريبا بسبب القضية، قبل أن يمنحه القاضي الإذن بمواصلة الإنتاج الأغاني على يوتيوب لكسب قوته منها، مضيفا أن هذه الوسيلة تعتبر حاليا المدخول المادي الوحيد له، ويكسب منها إلى حدود 15 ألف يورو شهريا يسدد بها نفقات عيشه بباريس. وأردف المجرد خلال حديثه بأنه يختار الحب والعلاقات العاطفية كموضوع أساسي لأغنياته، ويحرص بشكل دائم على التعبير عن موقف المرأة بشكل إيجابي من خلال إطلالاتها وإبراز جمالها وأناقتها في أعماله. المصدر ذاته أبرز أن زوجة المجرد غيث العلاكي بدورها أدلت بتصريحات للمحكمة، حيث كشفت أن الأخير تقدم لخطبتها خلال تواجده في السجن الاحتياطي، مضيفة أنه شخص محب وحنون للغاية وكان دائما يستمع لها ولعائلته، معربة عن اقتناعها الكبير بأن الشخص الذي تعرفه لسنوات طويلة وعاشت معه لا يمكنه القيام بالأفعال التي اتهم بها. وأبرزت زوجة المجرد في حديثها أن الأخير دائما ما يكون شخصا محترما جدا تجاه النساء، وكانت لديه صديقات لكنها لم تسمع عن أي مشكلة له مع النساء ولم يقلل الاحترام أمامها.